راجل لابس بدلة فخمة ملقى على الشاطئ في عز الصبح. مفيش هوية، مفيش سبب، وفي جيبه ورقة صغيرة مكتوب فيها كلمتين بلغة محدش فاهمها. أول ديسمبر سنة 1948، شاطئ سومرتون، جنوب أستراليا. الساعة 7 الصبح، جوز وزوجته بيتمشوا على الرمل. من بعيد شافوا راجل قاعد متسند على الحيطة، راسه مايلة، رجليه ممدودة. الزوجة قالت: شكله سكران ونام. كملوا مشيهم. بعدهم بساعة راجل تاني عدى من نفس المكان. الراجل لسه قاعد في نفس الوضع بالظبط، بس المرة دي في حاجة غلط. ذباب كتير حواليه. الراجل اتقدم ناحيته، لمس كتفه. الجسم كان ساقع. البوليس وصل في دقايق. بدأوا يفحصوه. السن بين 40 و50، الطول حوالي 180 سنتي، البنية رياضية، الهدوم بدلة غالية وكرافتة. لكن أول مشكلة ظهرت فوراً. مفيش محفظة، مفيش بطاقة، مفيش ساعة، مفيش مفاتيح، وكل الليبلز اللي بتكون على الهدوم اتقطعت. حد شالها بعناية كأنه عايز يتأكد إن محدش يعرف هو مين. فتشوا الجيوب، لقوا تذكرة قطر ما تستخدمتش، تذكرة أتوبيس اتستخدمت، علبة كبريت والبانة، ولقوا علبة سجاير من نوع معين، بس السجاير جواها من نوع تاني أغلى. ليه حد يحط سجاير غالية في علبة رخيصة؟ عشان يخفي حاجة، ولا عادة غريبة، ولا رسالة لحد بيفهمها؟ لكن الأغرب من ده كله، ورقة صغيرة مطوية ملفوفة جوه جيب مخفي في البنطلون، مكتوب عليها كلمتين بس: تمام شد. المحققين بصوا للورقة، محدش فهم. الكلمتين مش إنجليزي ولا ألماني ولا فرنساوي. بعتوها للخبراء. الرد جه: دي فارسي، معناها انتهى. طب جت منين الورقة دي؟ واحد من المحققين كان بيقرأ في كتاب قديم، لقى إن الكلمتين دول بتيجي في آخر صفحة من كتاب معين اسمه رباعيات الخيام، ديوان شعر فارسي عمره مئات السنين. كتاب عن الحياة والموت والقدر، وآخر سطر فيه: تمام شد. انتهى. يعني الورقة دي حد قصها من نسخة حقيقية من الكتاب. السؤال بقى، فين الكتاب؟ البوليس نشر نداء في الجرايد: أي حد عنده نسخة ناقصة آخر صفحة يتواصل معانا. بعد أسبوع راجل اتقدم، قال: لقيت كتاب في عربيتي من أسابيع، مش بتاعي. طلعوه من الشنطة، نسخة صغيرة من رباعيات الخيام. فتحوها على آخر صفحة، الكلمتين مقصوصين، هو ده الكتاب. بس كان في حاجة تانية. في الغلاف من جوه كان في كلام مكتوب بالقلم الرصاص، حروف غريبة، مش كلمات ومش جمل، 5 سطور من حروف عشوائية، وتحتيهم رقم تليفون. البوليس اتصل بالرقم، طلع لست، خلينا نسميها جيسيكا. راحوا بيتها، سألوها: تعرفي الراجل ده؟ ووروها الصورة. وشها اتغير لثانية، بس قالت: لأ، أول مرة أشوفه. المحققين ما صدقوهاش، ضغطوا عليها. قالت إنها أيام الحرب كانت بتشتغل في مكان حساس، وإنها كانت تعرف ناس كتير، بس مش فاكرة الراجل ده. بس كان في حاجة تانية. في الغلاف من جوه كان في كلام مكتوب بالقلم الرصاص،
حروف غريبة، مش كلمات ومش جمل، 5 سطور من حروف عشوائية، وتحتيهم رقم تليفون. واحد من المحققين سألها: عندك نسخة من رباعيات الخيام؟ سكتت، وبعدين قالت: كان عندي، اديتها لحد زمان. مين؟ مش فاكرة. امتى؟ أيام الحرب. الست طلبت إن اسمها ما يتنشرش، وإنها ما تتكلمش في الموضوع تاني، وفعلا الملف اتقفل عليها. بس في حاجة واحدة ما قالتهاش، لقوها بعد سنين. سنة 2009 باحث أسترالي قرر يفتح القضية تاني. بدأ يدور على عيلة جيسيكا. لقى أنها ماتت من سنين، بس سابت وراها ابن. الابن كان بيشتغل رقاص باليه، وكان عنده صفات جسمانية نادرة جدا. أسنانه متركبة بشكل غريب، أذنه شكلها مختلف، ودول بالظبط نفس الصفات اللي كانت عند الراجل المجهول. صفات وراثية نادرة، احتمال الصدفة قريب من الصفر. يعني في احتمال كبير إن الراجل المجهول ده كان أبو ابنها. جيسيكا كانت تعرفه، وكانت بتكذب. فاكرين الحروف اللي كانت في الكتاب؟ 5 سطور حروف مش مفهومة. على مدار سنين خبراء تشفير من كل العالم حاولوا يفكوها. الكل فشل. سنة 2020 فريق من جامعة أديلايد حلل الحروف بالذكاء الاصطناعي. النتيجة: الحروف دي مش كود سري عادي، ده كود شخصي، يعني حد اخترعه لنفسه، مفيش مفتاح ليه غير في دماغ اللي كتبه، ومات معاه. بس لقوا حاجة: الحرف الأولاني من كل سطر لما جمعوهم طلعوا اسم قريب جدا من اسم جيسيكا الحقيقي. مع الوقت المحققين مالوا لنظرية واحدة: الرجل كان جاسوس. في الأربعينات أستراليا كانت ساحة حرب باردة، جواسيس روس وأمريكان وبريطانيين. وجيسيكا اعترفت أنها كانت بتشتغل في مكان حساس. تقارير بتقول أنها كانت ممرضة في مستشفى عسكري. تقارير أخرى بتقول أنها كانت على صلة بعمليات استخباراتية. والراجل ملامحه مش أسترالية، لغة جسمه مش أسترالية، والكتاب اللي كان معاه. في الحرب الباردة الجواسيس كانوا بيستخدموا كتب معينة ككود، كل واحد عنده نفس الكتاب، بيبعتوا أرقام صفحات وسطور، والطرف التاني بيفك الرسالة. رباعيات الخيام كان كتاب مشهور للأغراض دي. يعني ممكن الراجل ده كان جاسوس، وممكن جيسيكا كانت صلة وصل، وممكن حاجة حصلت بينهم خلته يروح الشاطئ ده. سنة 2022 بعد أكتر من 70 سنة السلطات الأسترالية قررت تعمل حاجة. فتحوا القبر، طلعوا العينات، عملوا تحليل DNA كامل، واستنوا. في يوليو 2022 الإعلان جه. الراجل اسمه كارل ويب، أسترالي مولود في ملبورن، كان شغال مهندس كهرباء، وقبل ما يموت بسنين اختفى. محدش من عيلته بلغ عنه، محدش سأل، كأنه اتمسح من الوجود. طب مين مسحه؟ وليه؟ والست دي كانت ايه بالنسبة له؟ الاسم طلع، الهوية اتكشفت، بس السر فضل مدفون. عرفنا مين هو، بس معرفناش ايه اللي جابه هناك، وايه اللي كتبه، والمين. كارل ويب مات وهو ماسك صفحة من كتاب عن النهايات، وكأنه قال للعالم كله: تمام، شد، انتهى. بس الأسئلة لسه بادية.